انت شايف قفشه يليق اكتر مع الاهلي ولا الزمالك كاسلوب لعب وطريقه ده لعيب، ده لعيب. يعني انا من اول يوم شفت محمد وانا بقول عليه لعيب. ليه؟ هو شخصيه بتاعته، الشخصيه الفنيه، ما بتكلمش بقى هو طيب شرس، لا ماليش دعوه بالكلام. الشخصيه الفنيه، اللعيبه اللي اكبر منه واللي اقدم منه كله بيمسك الكوره ويدور عليه. صح، خلاص انت بقى دي الشخصيه. المنضم حديثا لمنتخب مصر واحد ظواهر الدوري السنه دي مجدي قفشه. ركز وانت بتتفرج على التقل، الشخصيه القويه، لعيب مش خايف خالص، مش متوتر خالص، بيعمل ما يراه صح. معلم بصراحه، معلم لعيب فرجه بصراحه، لعيب فرجه. بالذات الناس اللي بتحب النوعيه، في نوعيه اللعيب اللي هو بيعدي واحد لوحده ويرقص وبتاع، في نوعيه اللعيب اللي هو بيشوف الملعب ده، تحس ان هو دايما ورى لك حاجه انت ما كنتش متوقع انها هتحصل، ومن ضمنهم بالتاكيد مجدي قفشه. المدرب وقف معايا كلمني بيقول لي انا مش محتاجك معايا فاستغربت. قلت له طب ليه وكده. مين اللي هو دي صبري؟ هو تقريبا واخد تعليمات تقريبا حاجه زي كده. فقال لي انا برشح لك انك تروح نادي الزمالك عشان انا محتاج حد من هناك على ابراهيم حسن. فانا رديت عليه بصراحه، قلت له اوكي ماشي تمام وسبته ومشيت. فطلعت بره الاوضه، قعد معايا عمرو بسيوني في الاوضه، قال لي انت عايز تروح فين؟ قلت له انا قلت لك مين عمرو بسيوني؟ وكيل في النادي عندنا، مدير التعاقدات في بيراميدز. فخدني في اوضه كده، قعدت معاه بتاع نص ساعه، فضلت اتكلم معاه وكده. قال لي انا عايزك تروح الزمالك عشان في كذا كذا. قلت له بص انا مش رايح غير الاهلي. انا اسجلها عليا من دلوقتي، قفشه صفقه فاشله في النادي الاهلي. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. اولا لعيب مهمل. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. ما بيتمرنش كويس. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. نادي الزمالك اكبر بكتير جدا بنتكلم على قفشه. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. ولا حتى حد يقول لك اما حته الدين قفشه. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. مجدي من اللعيبه اللي الناس المسؤولين في نادي الزمالك اللي هم اتريقوا عليه وقال لك ما رضيناش نمضي معاه، ده هيبقى له شأن تاني قوي في الكره المصريه الفتره اللي جايه. سجلها عليا من دلوقتي، قفشه صفقه فاشله في النادي الاهلي. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك. انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك.